بيبدأ مسلسلنا وبنشوف ليلى وهي راكبة القطر وفي طريقها إن هي تروح مدينة الساحل الشمالية، وده بسبب إن جدتها تعبانة جدا ومحتاجة فلوس عشان تعمل العملية بتاعتها، وهي كلمت أبوها ورايحة تاخد منه الفلوس دي. ولكن فجأة بنشوف واحد طالع يجري بسرعة من جنبها وبيقول له واحد تاني قاعد في نفس العربية اللي هي فيها: في حاجة غريبة قوي بتحصل في العربية اللي ورا، ده أنا شفت سفير الموت الحي. والتاني بيستغرب جدا وبيقول له: سفير الموت؟ أنت متأكد؟ وبعدها بنشوف واحد لابس أسود في أسود ويكون باين عليه إن هو متعور جدا وبيقعد في الكرسي اللي جنب ليلى، والناس كلها بتكون مرعوبة جدا أول ما بيعرفوا إن سفير الموت لسه معاهم في القطر. وبعدها بنعرف إن الراجل اللي قاعد جنب ليلى ده هو سفير الموت نفسه وبيكون اسمه هاني، وليلى مش بتكون عارفاه، ولكن بتبص على الجرح اللي في إيده وبتقرب منه عشان تربطه له، وهو بيبص لها كده ومتفاجئ بيها وبيقول في نفسه: الناس كلها خايفة مني لكن أنت عايزة تساعديني؟ وليلى بعد ما بتربط له الجرح بتسيبه وتمشي وبتقول: أنا دلوقتي بس وقفت لك النزيف، إنما أنت لازم تروح المستشفى عشان الموضوع يتحل. ولسه هتسيبه وتمشي، ولكن هو بيمسك ايديها وبياخدها في حضنه، وليلى بتكون مستغربه جدا وبتقول لي: اللي انت بتعمله ده؟ قال لها: باين عليا كده انا وقعت في حبك، ومن دلوقتي انت ليا انا وبس. وليلى بتكون مندهشه جدا، ولكن هو بيقرب منها وبيبوسها، بس ليلى بتبعد عنه بسرعه وبتزعق فيه وبتقول له: انت مش عارف ان انا ست متجوزه؟ وهو راح بص لها كده وقال لها: انت متجوزه مين يعني؟ قالت له: انا متجوزه هاني سفير الموت. وهي مش بتكون عارفه ان هو ده سفير الموت اصلا، فبيبص لها كده وبيضحك. وبعد كده بنشوف رجاله هاني جايين له بيتاسفوا له ان هم اتاخروا عليه، ولكن كانوا بيخلصوا حاجه في ايديهم. وليلى بتبص لهم كده وبتكون مستغربه جدا وبتقول: انت زعيم ايه بالظبط؟ راح الحارس بتاعه قال لها: ده السيد هاني سفير الموت الحي في مدينه الساحل الشماليه. وليلى بتكون مندهشه جدا ومش عارفه تعمل ايه، ولسه هتطلع تجري، ولكن هاني مسكها من ايديها تاني وخدها في حضنه وبيقول لها: انت عايزه تهربي مني فين؟ انت مش مراتي. وهنا ليلى بتقول له: انا ولا مراتك ولا اعرفك. قال لها: ما تقلقيش، قريب هتبقي مراتي. وليلى بتكون مندهشه جدا من اللي بيحصل وبتضربه بالقلم وبتطلع تجري، ولسه الحارس بتاعه هيطلع يجري وراها، ولكن هاني بيوقفه. والحارس بيقول له: دي ضربتك. ولكن هاني بيقول له: انت ازاي اصلا بتتكلم مع مرات اخوك بالشكل ده؟ والحارس بيندهش بيقول له: مراتك؟ قال له: اه مراتي. قال له: انت هتتجوز من بنت ريفيه؟ دي مش من مقامك. قال له: مالكش دعوه، عجباني. وبيقول: في خلال يوم واحد بس انا عايز اعرف كل حاجه عنها. وبعدها بنشوف ليلى وهي بتوصل شقه ابوها، وبتكون ياسمين اختها من ابوها واقفه بتقيس فستان، وبيكون باين عليه ان هو غالي جدا، وكلهم بيقولوا لها: الفستان شكله حلو قوي عليكي. ولكن اول ما بيشوفوا ليلى كلهم بيسكتوا وكلهم بيستغربوا ان هي جت اصلا. وام ياسمين بتقول لها: انت ايه اللي جابك هنا؟ فليلى بتقول لها: انا جيت عشان اخد الفلوس اللي انا محتاجاها عشان اعالج جدتي. قالت لها: كام يعني؟ قالت لها: 500,000. وهنا ام ياسمين وقفت بسرعه قالت لها: لا معلش، احنا معناش فلوس. وليلى بتبص على سعر الفستان اللي ياسمين لابساه ولقت ان سعره 500,000. وبعدها بتبص لابوها وبتقول له: اصلا البيت والشركه دول انا جدي كان سايبهم لامي وانت اخدتهم من امي. وبعدها جبت ياسمين وامها واديتهم البيت واديتهم الشركه واديتهم كل حاجه، وهم اصلا بتوع امي وبتوعي انا، وبعتني انا كمان عشان اعيش مع جدتي. وبتقول لابوها: اديني الفلوس وانا همشي على طول، انا مش عايزه منك حاجه تاني. وابوها بيقوم يقف قدامها وبيقول لها: انا وعدتك ان انا اديك الفلوس واكيد هديهم لك، ولكن الشركه دلوقتي عندها ظروف صعبه، فانا كل اللي عايزه منك تقعدي معانا هنا كام يوم لحد ما ادبر لك الفلوس دي واجهزها لك. وبينده على الخادمه بتاعتهم ان هي تاخد ليلى وتوصلها لحد اوضتها، وبعدها بيقعد وبيكون باين عليه ان هو متضايق جدا. وبعدها ام ياسمين بتقول له: انت فعلا متاكد ان انت عايز تدي ليلى الفلوس؟ جدتها اصلا كبيره في السن، ولو انت اديتهم الفلوس دي هي هتصحى بس كده كده هتموت، وده يعتبر تبذير. ولكن ابوها بيضحك وبيقول: الشركه فعلا دلوقتي بتمر بازمه، وانا اللي بعت اجيب ليلى لحد هنا لان انا عايزها في حاجه تاني. فياسمين قالت له: حاجه ايه اللي انت عايزها فيها؟ قال لهم: في حد شاف الساعه بتاعت امها وعجباه جدا وعايز يشتريها، والساعه دي مع ليلى، ولو قدرنا نبيعها هناخد منها فلوس كتير قوي. وبعدها بنشوف ليلى والخادمه بتوصلها اوضتها، واول ما ليلى بتقعد بترن على جدتها وتطمن عليها، فجدتها بتقول لها: ابوك اداك الفلوس؟ قالت لها: اداهم لي، بس هو قال لي انه عايز يقعدني معاه كام يوم، فانا هقعد معاه يومين بالظبط وتلاقيني عندك. وهنا جدتها بتقول لها: ماشي سلام. وليلى بتقول لنفسها: طالما انا هقعد هنا يومين يبقى انا لازم اطلع اشتغل عشان اقدر اكسب فلوس، وبتشجع نفسها كده عشان تقدر تنزل تدور على شغل. وبعدها بنشوف هاني هو في فيلا عيلته وبيكون واقف بيصلي والحراس واقفين وراه. وبعدها واحد من الحراس بيجيله كده وبيقول له: الفايل ده فيه كل المعلومات اللي انت عايزها عن ليلى. وبدأ يفتح الفايل ده وبيقراه، بس الحارس بيقول له ان هي دلوقتي بدأت تشتغل في واحد من الفنادق اللي موجوده في البلد. فهاني بيديله الفايل ده وبيمشي، والحارس بيقول له: احنا رايحين فين؟ قال له: احنا رايحين ندور على مراتي. وبعدها بنشوف ليلى في الفندق وهي لابسه لبس الشغل وبتكون مبسوطه جدا، والبنت بتعرفها شغلها وبتقول لها: انت هتبداي تنضفي الازاز ده. وفعلا ليلى بتبدأ تنظف الازاز، والبنت بتكون باصه عليها وبتعجب جدا ان هي مجتهده. وبعد كده بتيجي مشرف عمال الفندق، والبنت اللي واقفه مع ليلى بتعرفها عليها، بتقول لها: دي واحده اسمها ليلى موظفه جديده. وليلى بتروح تسلم عليها، فالمشرفه
فالمشرفة بتقول لها انت من المدن الريفية؟ وهنا ليلى بتقول لها فالمشرفة بتضحك كده ضحكة غريبة فيها استهزاء وبتقول لها الفندق بتاعنا مش بيحتاج الناس اللي شبهك. قالت لها شبه ازاي يعني؟ والبنت اللي كانت واقفة معاها بتقول لها على فكرة ليلى مجتهدة جدا. ولكن المشرفة بتقول بس هي من بلد ارياف. وواحدة تاني ورا المشرفة بتقول ان احنا لو شغلنا ناس من الارياف معانا دي حاجة تقلل قيمة الفندق بتاعنا. وليلى بتكون واقفة مستغربة جدا. وبنت تانية بتقول لها ان كل الناس اللي بتيجي الفندق هنا دول شخصيات مرموقة، ويا ترى بقى ايه اللي هيحصل لو مثلا ليلى سرقت منهم حاجة. فليلى بتقول للمشرفة انا ممكن اسيب الوظيفة دي وامشي عادي، بس مش عايزاكي تشوفي الناس بتوع الارياف ان هم بالوحاشة دي. احنا في الريف مش بنسرق ابدا وبنكسب لقمتنا بالحلال ومن شغل ايدينا. فالمشرفة بتشمر ايديها كده وبتقول لها انت كمان بتردي عليا. ولكن قبل ما تضربها بتشوف ان هاني وصل الفندق، وليلى بتبص وراها بتشوف هاني هو جاي بالعربية والحراسات بتوعه. فالمشرفة بتزق ليلى بتقول لها امشي من هنا بسرعة. وليلى لسه هتقع على الارض ولكن هاني بيمسكها وبياخدها في حضنه. وليلى بتكون مندهشة جدا منه وبيقول لها انت كل ما تشوفيني هتقعدي تترمي في حضني ولا ايه؟ والحراس بتوعه بيدخلوا بيسلموا على ليلى اكنها مرات هاني بالظبط. وليلى بتستغرب جدا، حتى المشرفة والناس اللي معاها كلهم اندهشوا. وهاني بيضمها ليه كده وبيقول لها في اي حد زعلك هنا؟ انت ليه ما قلتلهمش الجملة اللي انت قلتها لي؟ فليلى بتقول له جملة ايه؟ قال لها ان جوزك هو هاني. وهنا ليلى بتبعد ايده بسرعه. فهاني بيبص للمشرفه والناس اللي معاها وبيقول لهم الفتاه الريفيه دي تبقى مراتي. وبينده الحارس بتاعه فبيمسك المشرفه من ايديها اللي كانت عايزه تضرب بيها ليلى وبيكسرها لها. وليلى بتكون مستغربه جدا من كل اللي بيحصل. وباقي المشرفين بينحنوا لهاني عشان يسامحهم على اللي حصل. وبعدها مدير الفندق بيجي وبيسلم على هاني. فهاني بيمسك ايد ليلى وبياخدها وبيمشي. ولكن ليلى بترفض ان هي تمشي من الفندق وبتقول له انا لسه في الشغل بتاعي ما خلصتش. وهنا هاني بيبص للمدير كده بيقول له طيب خلاص انا هشتري الفندق بتاعك. والمدير والمشرفه كله استغرب. وبعدها واحد من الحراس بتوعه يجيب شنطه كده فيها سبائك ذهب. والمدير بيبص على السبائك وبيكون مندهش جدا. فهاني قال له هي دي مش كفايه؟ فبيقدم له شنطه كمان من الذهب. والمدير بيكون مش مصدق نفسه وقال له كل ده كافي جدا فعلا، خلاص انا بعت الفندق. وبياخد السبائك من هاني وبيقدم لهاني الفايل اللي فيه عقد بيع الفندق. وهنا هاني بيديها الفايل اللي فيه عقد بيع الفندق وبيقول لها الفندق ده هديه مني ليكي، انت دلوقتي بقيتي صاحبته. وليلى بترفض بتقول له انا مش عايزاه. فبيشاور للحراس بتوعه بيجيبوا كرسي وبيمسكها من قفاها كده وبيقعدها على الكرسي اكنها بقت مديرة الفندق غصب عنهم يعني. وبعد كده بيقول لها طالما انت بتحبي الشغل فانا هجيب لك شركه تقعدي تلعبي فيها براحتك. والحراس بتوعه بيشيلوها بالكرسي وبيطلعوها قدام. والكل بينحني ليلى وبيسلموا عليها لانها بقت صاحبه الفندق دلوقتي. ولكن ليلى بتقوم كده وبترمي الفايل على الارض وبتقول له انا مش عايزه منك حاجه. فهاني بيقرب منها وبيضمها ليه تاني وبيقول لها انت بتاعتي انا وبس، محدش هيقدر ياخدك مني. ودلوقتي عايزك تحضري امورك عشان هنتجوز. وهنا ليلى بتتصدم جدا وبتقول له نتجوز؟ قال لها قالت له انا ليه اتجوزك؟ قال لها وليه لا؟ قالت له عشان انا ما اعرفكش اصلا. قال لها تمام اتعرفي عليا، انا اسمي هاني وعندي 80% من العقارات اللي في البلد دي ملكي وباسمي، وعندي 48 جزيره في الساحل، وانا امرت الرجاله بتوعي ان هم يحطوا اسمك على واحده منهم. وهنا ليلى بتبعد ايده عنها وبتقول له انت مجنون. ولكن هو بيشدها من ايدها تاني وبيشيلها وبيمشي بيها وبيقول لها واضح ان الذوق مش هينفع. ولسه طالعه من الفندق بترتب هدومها لكن بتشوف خطيبها قدامها. وهنا بنعرف ان سامر زميلها من الطفوله. قال لها خلينا في المهم، انت طالما جدتك تعبانه ومحتاجه 500,000 جنيه عشان تعالجيها انت ليه ما قلتليش واحنا اصلا مخطوبين لبعض من صغرنا؟ قال لها انا خطيبك ومش هسيبك ولا يمكن اقدر اتخلى عنك ابدا في الموقف اللي زي ده. وبيطلع من جيبه فيزا كده وبيديها لها وبيقول لها الفيزا دي عليها كل الفلوس اللي انت محتاجاها خديها. وهنا ليلى بتبص له كده وبتكون فرحانه بيه جدا. فسامر بينزل على ركبته قدامها بيقول لها تقبلي تتجوزيني؟ وليلى بتكون مندهشه جدا من اللي بتشوفه وبتقول انا موافقه على طول. فسامر بيقول لها يبقى كده انا هبدا في تحضير كل حاجه عشان الفرح بتاعنا وخلينا نتجوز في اقرب وقت. فليلى بتقول له احنا ما عندناش وقت، يا ريت لو نتجوز بكره. فسامر بيندهش جدا وبيقول لها بكره ازاي يعني؟ قالت له لا بكره. قال لها خلاص ماشي خلينا بس نروح بيتنا دلوقتي الاول. وليلى بتقول له تمام بس خلينا نروح بالموتوسيكل بتاعي. وسامر بيضحك وبيوافق وبيقول لها بعد الجواز انا هشتري لك عربيه كبيره قوي تبقى بتاعتك. وليلى بتكون فرحانه بيه وبتاخده وبتمشي وبيركبوا الموتوسيكل بتاعها وبيتحركوا مع بعض. وبعدها بنشوف عربيات كتير قوي تبع هاني بتقف قدامهم مره واحده. فسامر بيستغرب جدا ومش بيكون عارف ايه اللي بيحصل. ولكن ليلى بتبص على العربيات بتلاقي هاني قاعد جوه واحده منهم وعمال يبص لها. فليلى بتبعد وشها بسرعه بعيد عنه. وسامر بيقول هو ده سفير الموت هاني وبيسلم عليه. ولكن فجاه موبايل ليلى بيرن وبتشوف ان في تحويل حصل لها
وبتقرا الرساله كده وبتعرف ان في 100 مليون جنيه اتضافوا لحسابها اللي في البنك. وبتشوف الرساله اللي بعدها وبرضه بتكون من هاني، وهو بيقول لها انا ما اسمحش ان مراتي تركب موتوسيكل في الشوارع، انا بعتلك 100 مليون جنيه كمصروفك، اشتري بيهم العربيه اللي انت عايزاها. وليلى بتقول لسامر يلا نمشي. قال لها ماشي، في حاجه؟ قالت له لا مفيش حاجه، يلا نمشي. والحارس بتاعه بيقول له مش كده ليلى عدت الحدود بتاعتها ولا ايه؟ الافضل لو تنساها. ولكن هاني بيقول له اه يا سيدي في بنات كتير، بس انا دي حبيتها ومش عارف ليه بصراحه، حتى لو ما كانتش حلوه ومغلباني بس انا حبيتها. والحارس بتاعه بيبص له كده وبيكتم الضحكه جواه. انا عايزك تحضر لاجراءات جوازي بكره، انا هدخل البيت ومعايا مراتي. وبعدها بنشوف ليلى وسامر هم مروحين البيت عند ابوها، وبيكون في المدير وائل قاعد معاهم، وده بيكون صاحب شركه البنا بتاعت عيلتهم. واول ما ليلى بتوصل ام ياسمين بتقول له هي دي بقى يا سيدي ليلى اللي احنا قاعدين نقول لك عليها. والراجل بيبص لها كده وبيكون فرحان جدا. فياسمين بتقول له ايه رأيك؟ فوائل بيقول لها جميلة جدا. وهنا بنعرف ان اصلا ابوها كان جايبها من البلد عشان يخلي الراجل ده يشوفها ويتجوزها. وليلى مش بتكون فاهمه ايه اللي بيحصل، وبتسأل سامر بتقول له هو في ايه؟ سامر قال لها مفيش حاجه، ما تاخديش في بالك. وبعدها المدير وائل بيقوم وبيمشي، وبعدها ابوها بيسلم عليه وبيقول له خلاص احنا على ميعادنا بكره. فوائل بيقول له اه اكيد اكيد وبيضحك. وليلى بتكون مستغربة جدا ومش فاهمة ايه اللي بيعمله الراجل ده. وبعدها سامر بيقول لابوها انا اتفقت انا وليلى ان احنا نتجوز بكره. فابوها بيضحك وبيقول له انتوا مخطوبين اديلكوا فترة كبيرة، معقولة كده مرة واحدة عايزين تتجوزوا بكره؟ ولكن بيضحك وبيقول لهم مبروك وبيسيبهم وبيمشي. وياسمين بتقرب عليهم وبتقول لهم الف مبروك، وبتقرب من سامر كده وبتلمس ايده وهي ماشية. وبعدها ليلى بتقول لنفسها هو انا ليه حاسة ان الكل بيتصرف حواليا بطريقة غريبة. وتاني يوم بنشوف المطعم اللي فيه القاعة بتاعت فرح ليلى، وليلى بتكون لابسة فستان الفرح وداخلة القاعة، وابوها ومرات ابوها وياسمين واقفين بيباركوا لها. وفجأة الحراس بتوع هاني بيدخلوا ومعاهم بوكيهات ورد كبيرة وبيعدوا من وسطهم. فياسمين بتسأل وبتقول هو مين ده؟ وهنا ابوها بيقول لها انا سمعت ان هاني برضه هيتجوز النهارده وهيعمل فرحه في القاعة اللي جنبنا. وكلهم بيستغربوا جدا ان هاني بنفسه هيتجوز النهارده. وياسمين بتسأل يا ترى مين العروسة؟ وابوها بيقول بصراحة ما اعرفش، ويا ريت الافضل ان انا ما اتدخلش في اي حاجة تخص الراجل ده. وليلى بتكون واقفة مصدومة ان عارفة ان هاني عايز يتجوزها هي، وكمان عامل الفرح بتاعه في القاعة اللي جنبها، وبتكون خايفة مش عارفة هو ممكن يعمل ايه. ونادية ام ياسمين بتقول احنا مش عايزين نعمل زيطة كبيرة ولا دوشة عشان هاني الفرح بتاعه يكون جنبنا، والافضل ان هو ما يزعلش. وهنا ليلى بتفكر مع نفسها وبتقول مهما هاني عمل انا مش هتجوزه ابدا، الشخص اللي انا عايزة اتجوزه هو سامر. وبعدها بتدخل القاعة بتاعتها وبيكون ابوها ونادية وياسمين ماشيين وراها، وليلى بتكون فرحانة جدا وبتكون عمالة تدور على سامر بس مش لاقياه. وهنا نادية بتقول اهو العريس وصل. وبعدها بنشوف المدير وائل وهو نازل من على السلم مكان العريس، ونادية وابوها وياسمين وكلهم رايحين يباركوا له ويهنوه. وليلى بتكون واقفة مصدومة جدا، ازاي ده العريس؟ وبتقول له انت ازاي العريس بتاعي يعني؟ ايه اللي انت بتعمله هنا ده؟ قال لها انا جيت النهارده عشان اتجوز. انتوا تتجوز مين؟ قال لها اتجوزك انت، وبيشاور لها على البدله بتاعته بيقول لها انا العريس بتاع النهارده. وليلى بتكون واقفه مش فاهمه ايه اللي بيحصل. فناديه بتقول لها ان المدير وائل هو عريسك النهارده وجاي النهارده مخصوص عشان يتجوزك وياخدك معاه بيته. وابوها بيكون واقف فرحان جدا، وياسمين بتشمت فيها وبتقول لها انت والمدير وائل شكلكم مناسب جدا لبعض. وهنا ليلى بتقعد تصرخ وسط الناس وبتقول هو سامر راح فين؟ وبترن عليه على الموبايل، ولكن سامر ما بيردش عليها. وبعدها بيقفل تليفونه، وليلى بتكون لسه هتمشي عشان تروح تدور عليه، ولكن وائل بيمسكها من ايديها وبيقول لها من فضلك اتجوزيني، انا هاخد بالي منك كويس. وهو اصلا شكله عبيط والله. وليلى بتضربه بالرجل وبتطلع تجري، ولكن ياسمين بتيجي من وراها وبتضربها على دماغها من ورا بخشبه، فليلى بتقع على الارض على طول. والحراس بتوع وائل وبيروحوا يمسكوها ويرجعوها ليه تاني. وابوها بيقول لها الفرح ده اصلا معمول مخصوص عشانك انت وعشان المدير وائل مش عشان سامر. ولكن ابوها بيقول لها امال انت فاكره ان انا جبتك لحد هنا ليه؟ بس عشان ادفع لك فلوس العمليه بتاع جدتك؟ اصلا انا كده كده مش بطيقها، ادفع لكم الفلوس ليه؟ انما انا جبتك هنا عشان المدير وائل يشوفك وتتجوزوا مع بعض، ده غير كمان ان هو موافق وقدم لنا مهر 5 مليون جنيه. وهنا ياسمين بتقول لها يا بابا انت بنت جايه من الارياف، انت متخيله فعلا ان انت كنت هتتجوزي سامر؟ فاكره نفسك تستحقي واحد زي ده ولا ايه؟ انا شايفاكي انت والمدير وائل مناسبين لبعضكم اكتر. وهنا وائل العبيط ده بيقول لها انا اكبر منك في السن شويه، بس انت حلوه وجميله وممكن تطولي ايام الجايه عادي، اطمني بعد الجواز انا هعاملك برقه وحنان. وهنا ليلى بتقول لابوها انت ليه عملت فيا كده؟ ليه خدعتني؟ قال لها انا ما عنديش غير ابنه واحده بس وهي ياسمين. وهنا وائل بيأمر الحراس بتوعه ان هم يطلعوا ليلى فوق عشان يتجوزها، وليلى بتحاول تقاومهم ولكن مش بتقدر. وبعدها بنشوف هاني والحارس بتاعه بيقول له ان كل شيء جاهز. قال له طب والهدايا؟ قال له كل
كل شيء تمام. وبعدها جه واحد من الحراس بتوعه بيجري بيقول له الحق ليلى فاضل لها شويه وتتجوز من واحد تاني اصلا. قال له مين ده اللي قرب لها؟ وهنا هاني بينده على الحراس بتوعه بسرعه بيقول لهم حضروا نفسكم بسرعه عشان هنروح نجيب ليلى ونيجي. ولكن وهم ماشيين بالعربيات الطريق بيكون واقف وهاني مش بيكون عارف يعمل ايه لحد ما بيوقف واحد كان سايق موتوسيكل وبيقول له انا هشتري منك الموتوسيكل ده. والحارس بتاعه بيطلع له شنطه وفيها فلوس وبيقول له اه طبعا اتفضل يا باشا وبيدي له الخوذه كمان. وابو ليلى بيقول للحراس اكتموا صوتها بسرعه، وفعلا الحراس بيحطوا منديل في بقها. وام ناديه بتقول احنا لو ازعجنا السيد هاني وهو جنبنا هنموت كلنا. وبعد كده وائل بيبص لها بكل كبر وبيقول لها انا اصلا اشتغلت مع هاني قبل كده وكنا شركاء مع بعض في شغل قبل كده. وبعدها وائل بيقول للحراس بتوعه يلا خدوها واطلعوا فوق عشان نتجوز، وبيقف جنبها وبيمسك ايديها وبيحاول يوطي يحيي الناس. ولكن فجاه هاني بيدخل بالموتوسيكل بتاعه القاعه بسرعه وبيكون طاير، واول ما بيوصل كلهم بيترعبوا منه. ابوها بيقول هو ايه اللي جابه هنا؟ وام ياسمين بتقول اكيد هو جه عشان يحضر الفرح ويبارك للسيد وائل. وابوها جه قرب عليه عشان يسلم عليه ولكن هاني اداله بالقلم، ووائل نفس القصه خد له قلم تاني. والحراس بتوع وائل حاولوا يقربوا له راح ضربهم برضه. وهاني بيقرب على ليلى كده وبيشيل المنديل من بقها وبيقول لها حد اذاكي هنا؟ فابوها بيقول له معلش يعني انا ابوها، انت تعرفها منين؟ هاني قال لليلى انت لسه ما قلتلهمش ولا ايه؟ هو احنا مش متجوزين؟ يلا قولي لهم دلوقتي وخلي الناس كلها تسمع. وابوها بيكون واقف مش بيكون عارف ايه اللي بيحصل لحد ما ليلى بتبان ان هي بتتكلم غصب عنها وبتقول ان جوزها هو هاني. وهنا الحراس بتوعه بيوصلوا وبيسلموا على ليلى كأنها مرات اخوهم، وكل الموجودين بيستغربوا جدا من اللي بيحصل ومحدش فيهم بيكون مصدق. فهاني بيقول لها قولي الجمله اللي انت قلتيها دي تاني، ولكن ليلى حاولت تسيبه وتمشي. فهاني حط ابوها وامها واختها والراجل اللي اسمه وائل قدامها ومسك كرباج في ايده وبيقول اي حد كان يفكر يأذي مراتي هو دلوقتي في اعداد الاموات. فهاني بيدي الكرباج لليلى كده وبيقول لها خدي حقك انا واقف جنبك وانت روحي خدي حقك منهم بنفسك. فليلى بتمسك الكرباج كده وبتقرب عليهم وابوها بيقول لها يا بنت عيب ده انا ابوك. قالت له انت ولا ابويا ولا اعرفك، انت كنت عايز تبيعني وانت اللي هتاخد الضربه الاولى. وضربته فعلا، ومرات ابوها خدت الضربه الثانيه واختها خدت الضربه الثالثه وراحت عند وائل كده يعني سوته ضرب. فهاني بيقرب عليها وبيقول لها تمام كده؟ قالت له كله تمام وبتدي له الكرباج. فبيضمها ليه كده وبيقول لها دلوقتي دوري بقى عشان اعاقبك انت، وبيبوسها من بقها. ولكن ليلى بتبعده عنها. فهاني بيقول لها مفيش اي حد هيقدر يلمسك او يتجوزك غيري، انت بتاعتي انا وبس. وبيشاور للحراس بتوعه فبيقدموا لها الشنطه اللي فيها الذهب والشنطه اللي فيها الالماس. وبعدها بنشوف ليلى وهي واقفه وهاني عمال يلبسها في ذهب وهي عماله تقول له انا مش هقدر اتجوزك، ولكن هو عامل نفسه مش سامعها خالص ومكمل في اللي بيعمله لحد ما ليلى قالت له احنا من عالمين مختلفين. فهاني بص لها كده وقال لها يبقى دلوقتي مبروك عليك ان انت دخلت العالم بتاعي. فهاني بيمسك ايديها وبيقول لها كون ان انت تحبيني ده مش مهم خالص، المهم ان انا بحبك. وبيمسك ايديها بعد ما يلبسها الخاتم وبيرفع ايديها قدام الحراس اكنها كده رسمي بقت مراته. والحراس بيهنوها وبيباركوا لهم على الجواز. فهاني بيقرب عليها وبيقول لها الافضل ليك انك تقعدي ساكته خالص، الجواز منك ده امر انا بامرهولك مش حاجه انا باخد رايك فيها. وبياخدها من ايدها وبيمشي. بس ليلى بتتعب جدا وبتمسك دماغها وفجاه بيغمى عليها. فهاني بيشيلها وبيطلع بيها الاوضه. وهنا الدكتور جالها وبيقول لها انت عندك انخفاض بس في مستوى السكر بتاع الدم مش اكتر، عشان كده اغمى عليك. فهاني بيقول له خلاص امشي. وواحد من الحراس جاب له علبه عصير بيقول له خد ده عصير شربه لها. وهاني بياخد منه علبه العصير وبيبدا يشربها. وبعد كده الحارس بيقول له انت عارف ان اخوك عايز ياخد السلطه منك ودلوقتي هو بيهجم على واحده من شركاتك، يا ريت لو تلحقه. وفعلا هاني بياخد الحارس بتاعه وبيطلع بره يشوف في ايه. ولكن في مكالمه بتيجي ليلى من واحد زميلها في البلد وبيقول لها الحقي انت جدتك تعبانه قوي. وليلى بتقوم من على السرير بسرعه وبتطلع تجري. وهاني بيرجع الاوضه هو والحارس بتاعه بيدور على ليلى مش بيلاقيها. الحارس قال له اكيد هي هربت. وهاني بيتعصب جدا وبيقول هي ازاي تتجرأ وتعمل كده، وبيأمر الحراس بتوعه ان هم يدوروا عليها ويجيبوها باي شكل واي ثمن. وبعد كده هاني بيقول للحارس بتاعه انا عايزك تجهز لي قفص ان انا المره الجايه هحبسها في القفص ده. وهنا ليلى تكون وصلت بسرعه عند جدتها وبنشوف ان جدتها تعبانه جدا ونايمه في السرير وبتطمن عليها. فجدتها بتقول لها ايه اللي جابك؟ انت مش قلتي هتقعدي في المدينه كام يوم؟ الواد اللي واقف وراها قال لها انا اللي اتصلت بيها وجبتها، عرفتها ان انت اغمى عليكي في الطريق وكان لازم هي تيجي عشان تطمن عليكي بنفسها. فليلى بتقول لها يلا روح بسرعه على المستشفى. وجدتها بتقول لا احنا مش معانا فلوس كفايه للمستشفى دي. الواد اللي واقف ورا بيقول لها انت جسمك تعبان جدا ومش هتستحملي ان انت تفضلي تعبانه كده ونايمه في السرير، يا ريت لو تروحي المستشفى. وجدتها بتوافق وبتقوم معاهم. ولكن بالصدفه ياسمين وامها يكونوا جايين ليهم وكانوا ناويين لهم على الشر هي وجدتها. وهم لسه طالعين من البيت ياسمين وامها بيدخلوا على طول. وليلى بتسالهم ايه اللي جابكم هنا؟ وجدتها سالت نفس السؤال وبتقول لهم انا مش عايز اشوفكم اصلا. وليلى بتقول لهم اطلعوا بره انت غير مرحب بيكم هنا. فامها بتقول انا جاي اعتذر لليلى عن اللي حصل مننا قبل كده. وبتقول
وبتقول لها دلوقتي انت وصلت لمستوى عالي جدا فبلاش تزعلي مننا ومش عايزين نوصل لطريق مسدود مع بعض. جدتها بتقول لها انت بتقولي ايه؟ انهي مستوى عالي ده اللي وصلت ليه ليلى؟ فياسمين بتقول لها انت ما تعرفيش ان هي قريب هتتجوز هاني اكبر رئيس عصابه في البلد. وجدتها بتبص لها كده بتكون مستغربه جدا وبتقول لها انت سبتي سامر ولا ايه؟ مش انتوا كنتوا بتحبوا بعض؟ والناس كلها اللي واقفين بيقولوا لها هو مين هاني اللي انت هتتخطبي له ده؟ فياسمين بتقول ده اكبر زعيم عصابه في البلد وعنده اتباع مالهمش عدد، ولو امر ان هو يقتل واحد القدر بنفسه ما يقدرش يقول له لا، وشهرته ملك الموت الحي. وهنا اهل البلد كلهم بيكونوا خايفين جدا وبيقولوا لها يا ليلى الكلام ده بجد؟ وناديه بتقول لهم دي طلعت لمستوى عالي جدا دلوقتي احنا ما نقدرش نزعلها، ولو اي حد فيكم مش عاجبه الموضوع محدش يقدر يتكلم يا اما هنموت كلنا. واهل البلد كلهم بيكونوا خايفين وبيسالوها انت ليه عملتي في نفسك كده وعملتي فينا كده؟ فليلى بتدافع عن نفسها وبتقول لهم انا ما عملتش حاجه استنى اشرح لكم. ولكن جدتها بتمسك ايديها وبتفضل تعيط وبتقول لها انت بجد عملتي كده؟ ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ انا من صغري وانا مربياكي كويس، ايه اللي خلاكي تعملي في نفسك كده؟ وبتقول الغلطه كلها غلطتي انا اللي خليتك تروحي المدينه عشان تجيبي فلوس لعلاجي. وفجاه بتمسك قلبها وهيغمى عليها خلاص. وليلى بتتحايل عليها ان هي تروح المستشفى ولكن جدتها بترفض وبتقول لها انا مش عايزه منك حاجه. فليلى بتحضنها وبتعيط. وفجاه واحد من البلد بيدخل عليهم بسرعه بيقول لهم في شخص غني جدا بره عمال يوزع في تكييفات لاهل البلد الغلابه، يا ريت لو تروحوا تاخدوا نصيبكم. وكلهم بيستغربوا هو مين الغني ده اللي جه البلد عندنا؟ وفعلا بيطلعوا يجروا عشان يستلموا التكييفات. وجدتها بتقول لليلى مين الراجل اللي بيعمل خير ده وجه امتى؟ فليلى قالت لها انا ما اعرفش، تعالي نشوف في ايه. وجدتها بتوافق وبتاخدها وتطلع. وياسمين وامها برضو قالوا يلا نطلع معاها. وبعدها بنشوف اهل البلد متجمعين حوالين راجل كبير وعايزين ياخدوا التكييفات. فالراجل قال لهم كله يقف في الطابور وكل واحد فيكم هياخد الجهاز الخاص بيه. ومحدش بيكون مصدق نفسه ان في واحد فعلا هيوزع عليهم تكييفات وبيكونوا عايزين يعرفوا مين ده عشان يشكروه. فالراجل بيقول لهم اللي عمل كده ما كانش عايز يقول اسمه ايه ولكن هو وصل دلوقتي. وبعدها بنشوف الحراس بتوع هاني طالعين يجروا وهاني بيوصل بالعربيه بتاعته لاهل البلد وكلهم بيسقفوا له. اول ما بيشوفوه بيكونوا فرحانين بيه جدا وعمالين يشكروه. ولكن ليلى بتتصدم جدا وبتقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ فالراجل الكبير بيعرفهم بهاني وبيقول لهم هو ده اللي جاب لكم التكييفات عشان نوزعها عليكم. واهل البلد كلهم بيحيوه. ولكن واحد اخد باله بيقول لها هاني هو مش هاني ده اسم خطيبك؟ فليلى بتعمل نفسها ما سمعتش، قالت له لا يعني مش هو قوي. فهاني بيقول انا دلوقتي عندي حاجه عايز اقولها، انا هعمل استثمارات كتير قوي في بلدكم وهساعد الناس الغلابه والاطفال اللي عايزين يتعلموا. وكل الناس بيكونوا فرحانين جدا ومحدش بيكون مصدق نفسه خالص هو ليه بيعمل كده. فواحد من اهل البلد بيقول لها انتوا ليه بيسمي حبيبك ملك الموت؟ ده ملك الرحمه، انت شايفه يعمل معانا ايه؟ وكلهم فعلا بيندهوا له بيحيوه ملك رحمه ملك رحمه. وبعدها اهل البلد بيتعدلوا على ياسمين وامها وبيسمعوهم ربع طرش وبيقول لهم انتوا اللي غلطانين، انتوا اللي كنتوا عايزين تنشروا الفتنه، الراجل زي الفل ما فيهوش حاجه. والاتنين بيكونوا واقفين مش عارفين يعملوا ايه ولا عارفين يردوا على مين وبيطردوهم بره البلد. وليلى بتكون واقفه محتاسه مش عارفه تعمل ايه لحد ما هاني بيقرب عليها كده وهي وسطهم وبيسلم على جدتها وبيقول لها انا اسمي هاني. بيقول لها انا فعلا من عيله غنيه جدا ولكن كل شغلي محترم وما فيهوش اي حاجه شمال وكلها تحت القانون. وبيمسك ايد ليلى وبيقول لها سامر دلوقتي ما بقاش يحب ليلى انما انا دلوقتي بحبها، بعد اذنك انا عايز اتجوزها. وبعدها الحارس بتاعه بيجي وجدتها بتخاف منه جدا وبتقول هو شكله ما بيبتسمش ولا ايه؟ فالحارس قال لها انا مش ببتسم. ولكن هاني بيبص له كده وبيقول له ابتسم في وش جدتها. والحارس بيبص لجدتها وبيبتسم وجدتها بتضحك قوي. وليلى بتاخد جدتها وبتقول لها يلا نروح البيت. وجدتها بتقول لهاني تعالى معانا. وهاني فعلا بيجي معاهم وبيدخل يقعد وجدتها بتقول انا راح اجيب لك حاجه تشربها. وليلى لسه هتمشي وراها ولكن هاني قعدها على رجله وخدها في حضنه وبيقول لها انا اول مره اشوف جدتك لكن باين عليها ان هي طيبه وقلبها ابيض. وبيقول لها انا دلوقتي انا خطبتك من جدتك رسمي. فليلى بتقول له انت بتقول ايه؟ انت جاي لحد هنا عشان تخطبني؟ قال لها بصراحه لا، انا كنت جاي عشان اخدك من وسطهم بالعافيه بس لما لقيتك بتعيطي جيت عشان انقذك. وبيقول لها جاوبيني انت هربت ليه؟ قالت له انا نفسي اقنعك ان احنا مش مناسبين لبعض. وبتحاول تقوم من على رجله ولكن بياخدها في حضنه وبيبوسها وبيقول لها انا زعلان جدا دلوقتي وكل اللي انا عايزه دلوقتي ان انا ابوسك. وفعلا بيقرب منها وبيبوسها بوسه كبيره جدا. وجدتها بتنادي عليها وليلى بتقول له سيبني جدتي عماله تنادي عليا. فهاني قال لها اسيبك ماشي ما عنديش مشكله بس بوسيني الاول. ولكن ليلى بتطلع تجري منه فهاني بيوقفها على الحيطه كده وبيبوسها من بقها تاني. ولكن فجأة بيسمعوا صوت حاجة وقعت على الأرض. فليلى بتطلع تجري وأول ما بيوصلوا بيشوفوا جدتها وهي مرمية على الأرض. وليلى بتحاول تفوقها وهاني بينده الحارس بتاعه وبيقول له هات عربية بسرعة عشان ناخدها على المستشفى. وبس كده يا حبايبي، عشان نعرف ايه اللي حصل بعد كده استنوا الجزء التاني. ما تنسوش لايك واشتراك للقناة واستنوا الأجزاء الجديدة. سلام.